كل واحد فينا حواليه مجموعة من الناس اللي دايما بيساعدوه وبيدعموه في كل كبيرة وصغيرة زي أهلك وأصحابك، واللي بكل تأكيد الحياة من غيرهم كانت هتبقى صعبة جدا. وبرغم إننا بنحب الناس دول جدا، لكننا في الغالب مش بنعرف إزاي نعبر لهم عن حبنا ده. في فرجة خلونا النهاردة نسهل المهمة دي عليك ونخليك قادر تعبر عن امتنانك واحترامك لأي شخص بكل سهولة. خلينا نسألك سؤال الأول، تفتكر الأحسن إنك تعبر عن مشاعرك بالكلام ولا بالفعل؟ الإجابة بالاتنين. الأفعال لوحدها مجردة من أي مشاعر ممكن تكون من وجهة نظرك أنت بتقضي الغرض، لكن في الحقيقة مش بتوصل حبك وامتنانك للشخص التاني زي ما أنت متصور. مش لازم تبقى شاعر يعني علشان توصل إحساسك. الكلام البسيط زي كلمة شكرا ممكن يبقى كافي جدا لو بتقوله بصدق وبإخلاص، ولو فعلا الكلام ده طالع من قلبك خليك واثق إنه هيوصل إحساسك للناس اللي بتحبهم. الاهتمام هو أقصر طريق تعبر بيه عن حبك. خليك دايما على معرفة بالتغيرات اللي بتحصل في حياتهم. اتأكد انك تكون اول حد يقف معاهم في الاوقات الصعبة، واول حد يهنيهم ويبارك لهم على نجاحهم وافراحهم، ودايما من حين لاخر اسأل عليهم. من الاخر الاهتمام هو اسهل طريقة لرد الجميل والتعبير عن الحب والاحترام. الهدايا اللي من غير مناسبة حتى لو كانت في غاية البساطة هي أحسن طريقة توصل بيها لحد إنك دايما فاكره. وردة أو شوكولات ممكن يبقوا بالنسبة لك مش حاجة ذات قيمة كبيرة، لكن قيمتهم المعنوية مش ممكن أبدا تتخيلها لما تديهم لحد بدون أي مناسبة، بس لمجرد إنك بتحبه وبتحاول تثبت له ده. دايما دافع عن الناس اللي بتحبهم في غيابهم. مفيش إثبات أجمل من إنهم يعرفوا إنك مش بتسمح لحد يجيب سيرتهم بسوء أبدا وهم مش موجودين. أنت نفسك هتبقى مبسوط قوي لو عرفت إن في حد عمل معاك كده في غيابك. أخيرا مش فاضل غير إنك تقول لهم إنك بتحبهم بس كده وبكل بساطة، حتى ولو الأشخاص دول عارفين ده كويس. بيبقى من الضروري إنك من حين لآخر تقول لهم إنك بتحبهم. أحيانا كتير ومع مرور الوقت والانشغال في الدراسة أو الشغل الناس بيبقوا محتاجين يتأكدوا إن المقربين منهم لسه بيبادلوهم نفس المشاعر، فاحرص إنك تأكد لهم إنك بتحبهم بالظبط زي ما إحنا في فرجة بنحبكم كده.